سلام عليكم. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ بلاش نتكلم كتير وندخل في القصة على طول. وقبل ما نبدأ عايزك تنفذ الشروط، ولو انت جديد في سماعي فتعالى قرب عشان اقولك على الشروط، وهي هتجهز المشروب المفضل ليك واللب، وتسمع بصوت عالي في أوضة ضلمة ولوحدك، وتأكد ان انت قافل الباب كويس. واتمنى يا صديقي ان انت توصل صوتي لأكبر عدد من الناس وبس. واتمنى لك يا صديقي اقصى درجات الرعب. استمتع. اسمي أمير مجدي، عندي 27 سنة، مهندس في شركة كبيرة، مقيم في القاهرة لوحدي. بعد ما حصلت لي حادثة فقدت فيها أبويا وأمي وأختي الله يرحمهم. كان عندي وقتها 9 سنين. اتربيت مع أهل أبويا في الريف، وخصوصا إن هو كان مستواهم كويس جدا. بس مطولش عليكم بدأوا يحسوا إن من يوم الحادثة وأنا فيا حاجة غلط، واني بشوف في حد حوالينا بينادي عليا وبيكلمني. بدأت عيلتي تخاف مني، وبدأت انا اخاف من الناس اللي بيشوفهم اصلا. واصلا ما كنتش بسمح لهم يخلوني انام لوحدي او يطفي النور عليا من كتر الخوف. كانت جدتي عجوزة قوي بتحبني، بس مش بتخليهم يأذوني ولا اي حاجة. وكنت بنام في حضنها. وفي مرة كان عندي وقتها يجي 10 11 سنة، وانا نايم جنب تيتا لقيتها بتقول لي: أمير، أنا خايفة عليك يا ابني من الحاجات اللي أنت بتشوفها دي. الحاجات اللي أنت بتشوفها دي حقيقة، ولكن بعينك أنت بس، وده اللي هيوقعك في مشاكل كتير زي غريب. قلت لها: مين غريب ده يا تيتا؟ زمان وأنا صغيرة كانت الناس بتقول عليه مجنون، وناس تانية تقول عليه ده بتاع عفاريت ودجال ومخاوي، وناس تانية تقول عليه ده شؤم بيجيب أخبار الناس اللي بتموت واللي هتموت. وسألتها: وبعد كده إيه اللي حصل له؟ في يوم اختفى ومعرفناش عنه حاجة. اللي كان بيقول عليه إن هو راح للنداهة غاب بقى يا ابني من زمان بقى. كل اللي عايزاه أقوله لك: خلي بالك يا أمير من الناس اللي ماتت قبل من اللي عايشين. ونمت الليلة دي وأنا عارف إن تيتا مش هتعيش لي كتير، وبيدوبك بعديها ب3 أيام ماتت. وفضلت انام في اوضتها، فضلت هي تنام معايا. ما تسالونيش ازاي، لحد ما كانت اخرتي المصحه النفسيه. بعد ما ابن عمي غرق في الترعه وانا اللي دليتهم على مكانه، وما بقاش حد مستحملني في العيله، وكاني انا اللي قتلته. فضلت احكي لهم في اللي بيحصل لي واللي بشوفه، وفضلوا راميني في المستشفى لحد ما قلت لهم اني خفيت. لكن ده طبعا بعد 9 سنين من رميتي هناك. كان عندي وقت ما خرجت 21 سنة. سبت أهلي ورحت عشت حياتي لوحدي، مرتاح البال، بعيد بقى عن نظرات الناس ليا إني بخرف ومجنون وكده. وأنا كمان حسيت إني مقتنع بإني كنت بهلوس، وإن دي كانت مجرد هلاوس وبس. وبقيت أي حاجة بشوفها مركزش معاها وأسيبها لحد ما تروح لحالها. وأقول لكم بصراحة، رغم إني جد في دراستي وشغلي اللي أنا كنت مقضيها سهرات وخروجات صحاب في السوق، يعني وأنا على الحال ده، وأنا راجع شقتي من الدرمة طلعت المفاتيح وجيت أفتح الباب لقيته مفتوح. استغربت، بس ما همنيش. كان كل اللي همي إن أوصل لسريري. مع أول خطوة دخلتها في المكان ده وأنا أصابتني لعنة، الله يلعن اللي كان السبب فيها. كأني دخلت شقة من جهنم. ايه ده؟ اصلا مش شقتي دي. شفت واحدة ست شابة وجميلة ولابسة عباية سودا، كانت واقفة على باب الأوضة وبتبصلي في عصبية، كأني قتلها قتيل. قلت لها: أنا آسف بجد، أنا كنت قصدي الشقة اللي قصادكم، الباب أصلا كان مفتوح. أنا خفت أكتر ما اتكسفت، بس انسحبت بهدوء من على الباب وقفلت ورايا وفتحت باب شقتي ودخلت. بس معرفش، أنا سمعت أصوات صريخ وزعيق كأن حد بيتخانق أو بيعذب حد، وسمعت صوت بنت صغيرة بتعيط، بس مش عارف الأصوات دي منين وجاية إزاي. حبيت أنزل من على السرير أشوف إيه اللي بيحصل ده، بس ما قدرتش. قولوا بقى إن أنا ما كنت متكتف، قولوا لي مقتول نوم. كمان أنا عندي شغل الساعة 9 الصبح، ويعني كلها 3 4 ساعات ولازم اصحى. وصحيت الساعة 8:30 الصبح بعد المنبه ما اتقطع نفسه وهو بيصحيني. لبست بسرعة ورحت الشغل كله بيخلص الساعة 4، ولو في شغل زيادة آخره بيكون الساعة 6، وبعديها أروح أسهر مع أصحابي وكده. بس اليوم ده حسيت إني هلكان وتعبان قوي، وكان عندي شغل كتير ما صدقت خلصت منه. وعلى غير عادتي رحت البيت وكنت فايق المرة دي مش سكران. فدخلت شقتي مش شقة الجيران، بس بصيت على الباب لقيته ايه ده دم. ودعكت في عيني كده، وهو يا حاجة من الاتنين: يا انا بيتهيألي ان في حد غرق الباب وكان عايز يكتب عليه او يرسم حاجة عليه، او ايه مش فاهم بقى، مش عارف. محدش يجيب سيرة الهلاوس. المهم دخلت شقتي، ولحسن الحظ أكرة الباب ما كانش عليها دم، او زي ما كان بيتهيألي يعني. كانت الشقة كلها ضلمة،
ولعت النور بسرعة وحسيت بحاجة غريبة في الشقة، كأن فيها حد أو فيها نفس. قلت هتصل بإبراهيم صاحبي يجي يقعد معايا، ورحت أمسك التليفون. قبل ما أرفع السماعة سمعت تاني نفس الأصوات بتاعت امبارح، صريخ وزعيق وسويت وصوت البت تاني. وبصيت حواليا مفيش حد، أو أنا اتخيلت بحد بس ما خدتش في بالي. بس بالأصوات دي ركزت وشفت حد دخل أوضتي، أوضة نومي بسرعة بيجري. أنا لا إراديا جريت على الأوضة ولقيت نفس الدم والكتابات أو اللخبطة اللي كانت على الباب موجودة على الحيطة اللي قصاد سريري، بس كانت كتابة برموز غريبة وكنت حاسس إني قادر أفهمها. جريت على الباب وفتحته وبصيت على شكله من بره، ما لقيتش أي حاجة عليه. رجعت على الأوضة لقيت ولا كأن في أي حاجة على الحيطة. المهم بتلفت ورايا لقيت نفس الست اللي في الشقة اللي قصادي. زعقت وقلت لها ايه اللي انت بتعمليه هنا؟ كانت بترسم حاجه على الارض، انا مش فاهمها ومتجاهلاني تماما ولا كاني هنا. قلت لها انت بقى من اللي بيعملوا الحاجات دي؟ طب اسمعي بقى لما اقول لك. لسه هكمل كلامي لقيتها هي مش هنا، انا اللي هناك. يعني دي شقتها، كان العفش نضيف مش مركون وعليه تراب زي ما انا دخلت المره اللي فاتت. وبصيت حواليا ولاول مره بحس اني مرعوب لدرجه الموت في جلدي. شفت الرسم اللي على الارض ده في كل مكان على الحيطان. ما هو الست دي اكيد مجنونه، واللي هيخليني مجنون زيها ان ايه اللي جابني هنا. ولقيتها بطلت رسم وقامت مسكت الجردل اللي جنبها اللي كان كله دم وراحت مغرقه الارض والحيطان. ولقيتها وقفت وسط الرسم الغريب ده وبدأت تضحك بهستيرية وتقول كلام مش مفهوم. وبدأت أسمع الأصوات تاني وكل ده وأنا مشلول مش عارف حتى أتحرك، وكمان صوتي مكتوم. وفجأة الحيطة بدأت تنشق، يخرج من رسم على شكل باب. ناس واضح إنهم بيتعذبوا وفي رقبتهم طوق حديد نازل منه سلسلة ماسكينها كلاب سودا شكلها ينشف الجسم من ميته وبيجروهم. والناس دي من كتر التعذيب بقوا من غير ملامح، ما بقوش ناس اصلا. عمالين يقربوا من الست دي في ركن بعيد كده. وفي ركن بعيد شفت بنت صغيره بتعيط، عندها 6 7 سنين كده ومرعوبه. ولقيتها بتشاور لي على الست اللي بتضحك والكائنات عماله تقرب منها كأن الكلام مش عايز يخرج منها. وبقول لها تعالي تعالي نخرج من هنا، وفضلت تشاور. وفجاه بصيت لقيت الست دي مبقتش باينه من كتر الكائنات اللي حواليها. بدأت تصوت وتصرخ لحد ما اختفت ومبقاش منها غير جلابيات مكانها. وانا قلبي بدأ يجري لدرجة ان حسيته هيقف من كتر الجري. وبعديها حسيت ان السقف وقع على دماغي كأن حد ضربني بحاجة على دماغي واغمى عليا. ما فوقتش غير الصبح وانا في سريري في شقتي. لما قمت وبصيت حواليا باستغراب كده، ايه ده بقى؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ ممكن شكلي لما رجعت من الشغل نمت على طول من كتر التعب وكل ده كان حلم. حسيت اني مش قادر اخد نفسي ودماغي وجعاني قوي. بس راح بحط ايدي كده على راسي لقيت في دماغي دم متجلط. ايه ده كده؟ ده مش حلم، ده حصل بجد. لا لا لا، ده اكيد هلاوس، ما يعيش مجنون يحسن معيش ملعون. انا اكيد اتلحست في نافوخي. وقمت اتصلت بمديري في الشغل وعرفت اني تعبان ومش هاجي النهارده. ورحت دخلت باب الشقة وبصيت بغيظ قص كده على الباب اللي قصادي، ومفيش أي حاجة غريبة زي امبارح. قربت منه وفضلت أخبط محدش فيه. رحت مرزع على الباب مرزع أكتر، وسمعت صوت من تحت بينده. مين ده؟ الحاج توفيق صاحب البيت. أنا يا حاج توفيق. لقيته بيقول لي إيه يا أستاذ أمير ده؟ انت بتخبط على نفسك يا ابني؟ نزلت له والراجل من ذوقه دخلني شقته وقلت له هي مين يا حاج توفيق الست اللي ساكنه قصادي دي؟ راح قايل لي مدام نجاة، بس دي هاجرت من زمان قوي. ورجعت امتى وازاي من غير ولا حس ولا خبر؟ مهاجره؟ ازاي مهاجره؟ ده انا بقالي يومين بسمع صوت جاي من ناحيه شقتك. والله ما انا عارف يا ابني، يمكن رجعت واحنا ما نعرفش. دي بقالها سنين طويله محدش يعرف عنها حاجه، اختفت مره واحده. على العموم يا حاج توفيق لو شفتها قول لها ان دي مش اصول. بصلي باستغراب وقال لي بس احنا يا ابني ما بنسمعش حاجه، مش يمكن تكون غلطان؟ قلت له يمكن، ولكن وانا خارج وقفت مكاني بلمت لما شفت برواز فيه صورة للبنت الصغيرة اللي بتعيط. وسألته مين دي اللي في الصورة؟ قال لي دي بنت. قلت له هي فين اسلم عليها؟ وانا ولا كنت عايز اسلم ولا زفت، كنت عايز اسألها عن اللي بتعمله في شقتي بالليل. سكت الراجل وكأني رجع حاجات ما كانش عايز يفتكرها، وراح باصص لي وقال لي مش عارفين، الله اعلم، تاهت من 10 سنين. واتأسفت له وطلعت شقتي. بس اشمعنى بنت عم توفيق هي اللي بتظهر لي؟ المهم طلعت ولقيت ابراهيم بيتصل بيا وقلت له يجي. جه وقعد معايا وقال لي ايه يا باشا مش شايفينك، يوم بحاله ما نعرفش عنك اخبار، دي الشله وقعت من غيرك. قلت له يا عم نقعد احنا ونسهر لوحدينا كده بروقان. ويا دوبك الليل جه وبدات المصايب تهل. ايه يا امير مال شقتك قلبت حر كده ليه؟ قلت له بس انا مش حران ولا حاجه ومش حاسس ان الجو حر، الجو حلو اهو، يمكن الهباب اللي بنشربه ده. وبدات الاصوات تاني بس انا عملت نفسي مش سامع. ولقيت برضو ابراهيم اتكلم وقال لي
قال لي هي دي خناقة ولا ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي يا عم الناس اللي بتزعق دي. انا اتصدمت وقلت له هو انت سامع؟ ده الصوت اكنهم بيتخانقوا هنا. انا ما بقتش فاهم حاجة وقمت علشان اجيب المهدئ من اوضتي. المصيبة الكبرى ان الحيطة اللي قصاد سريري نفس المشهد بيتكرر. شفت الحيطة بترشح دم وبينزل على الارض. شفت الصراخ بيزيد وانا صرخت انا كمان علشان انادي على ابراهيم يجي يلحقني. وفجأة النور قطع وما بقتش عارف اعمل ايه. وفضلت انادي وابراهيم ما كانش بيرد. وفجأة سمعت صوت ابراهيم بيصرخ. الصوت جاي من قدامي وانا اللي قصادي اصلا الحيطة اللي بترشح الدم. مديت ايدي واتحسس كده على اي حاجة ولكن اللي كان قصادي فراغ. لقيت كتير عليه وبرضه ما بيردش. والنور جه بس ابراهيم قدامي في وسط الرسمة اللي الست كانت واقفة فيها وباصص للسقف ومش بيتحرك. وحاولت اني اروح له واشد ايده بس رجلي كانت تقيلة قوي كأنها متكتفة. وفضلت اصرخ وانادي برضه ما اتحركش من مكانه. وبدأت الحيطة تشق تاني والكائنات بتطلع منها وتقرب له. وانا فضلت قعدت احاول اتحرك واقرب منه. ولاول مره في حياتي بفتكر ربنا وبقول يا رب انجدني يا رب. شفت البت الصغيره من بعيد بصالي وكاني صعبان عليها. وبصيت في السقف شفت عين سودا كبيره بتبص ناحيه ابراهيم. وفجاه شفت البت صغيره جت قصادي وبتبصلي وبتبتسم قوي وخدتني من ايدي وقالت لي نجاة كانت بتحضر ارواح وجن ودي الكتب اللي كانت قدامك. وقالت ان الجن بياخدوا الناس من العالم ده للعالم بتاعهم وخلتهم ياخدوني. وكانت بتسخرهم وتعذبهم وشكلهم هياخدوك انت كمان. وانا دلوقتي ميتة. عرف بابا اني موت. سابت ايدي ومشيت قدام الكائنات دي وفضلت تقول كلام وما فهمتهوش. وساعتها ابراهيم وقع على الارض والكائنات دي كلها اختفت ورجلي فك. وقالت لي خدوا من هنا واعملوا حاجة خير اللي هيبقى وجودكم معاهم احسن من هنا. واختفت. وفي الوقت ده خدت ابراهيم وطلعت من الشقه اللي هي مش شقتي دي كانت شقه نجاة. انا عارف انك متلخبط دلوقتي بس مفيش وقت اشرح لك. فضلت افوق فيه لحد ما فاق والفجر اذن. وراح قال لي هو ايه اللي حصل. حكيت له على كل اللي حصل وصدقني. ونزلنا صلينا ومن يوم ده حياتي اتبدلت. حكيت كل حاجه لعم توفيق ودخلنا الشقه بالنهار. وقلت لعم توفيق ان لازم نحرق الشقه باللي فيها علشان اللعنه دي تبطل. وخسرت كل حاجه ورحت البلد لان مفيش مكان ابات فيه. وفوجئت ان ليا فلوس كتير عمي مشغلها لي. المهم انا حبيت بس اعرفك يمكن افيدك. كل اللي عايز اقوله لك انهم حوالينا وفي كل مكان كل شبر. يمكن يكون جنب حد جنبك دلوقتي. خاف على نفسك وعمري ما هنسى نصيحه ستي. خاف على نفسك من الميتين قبل العايشين. وكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية القصة. أتمنى يا صديقي يتوصل صوتي لأكبر عدد من الناس وده طبعا باللايك والاشتراك والكده وبس. وأشكرك يا صديقي على سماعك القصة وشكرا.